هي الدنيا ممكن فجأة كده تحلو، كل الحاجات الحلوة تتحقق. يعني ايه؟ الحلم، اصل انا بحلم وانا صاحي وحاسس ان كل احلامي بتتحقق. الله، كلامك حلو قوي يا سعد، يدي بوزيتيف انرجي كده. ايه يا احلام؟ يعني ان امثل وابقى نجم، ان احب واتحب، كل ده في لحظة بيحصل. طب انك تمثل وانا عارفاها، وانك تبقى نجم ليه لا؟ طالما موهوب ومحبوب وعندك كاريزما يبقى اكيد هيحصل. يا رب. لكن تحب وتتحب دي بقى اللي انا ما اعرفهاش. بتحب مين يا سعد؟ اعترف، بتحب مين؟ مين ايه بحب؟ بصي، هو صعب اقولك دلوقتي. لا انا عايزه اعرفها. طب اوصفها لك ينفع؟ اوصفها. هي بنت جميلة. لا، هي احلى بنت في الدنيا، ورقيقة، دمها خفيف، وبنت ناس، حاجة كده. انا ناسي ان انا نسي ان انسي. انا عايزه اشوفها قوي. وبعدين ازاي ما تكونش موجوده معاك وانت بتحفظ اول مشهد هتصوره؟ لازم تبقى جنبك. ما هي جنبي، ما هي انتي. انت لذيذ قوي يا سعد، انا بتكلم بجد. وانا كمان بتكلم بجد. انت طيب قوي. انت طيب قوي يا سعد. انت صديق، وينفع كمان تبقى اخويا قوي. لكن قصه الحب وكده مش هينفع خالص. خالص. انا عايزه اقرب منك، اعرفك اكتر كده يعني. لكن حب وارتباط والحاجات دي مش هينفع. لكن ممكن نبقى حاجه احلى من كده بكتير. مالك بس يا سعد؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة خالص، تمام. طب يلا نحفظ. سمع لي، هات الورق ده. يلا سمع لي. يلا. ايه؟ لا مش كل شويه بقى هفضل اقولها لك. اقولها. انت مين اللي عمل فيك كده؟ شورتك، شورة حضرتك. مراتك القديمه دي؟ لا، أكملهم. ليه؟ عشان حضرتك خليت نبات عند القديمة. والله برافو عليها، احسن. يا بابا انا محتاج الفلوس دي ضروري عشان ابدأ مستقبلي، وانت معاك فلوس كتير. نجاس. كلاك. مشهد 42 شوط واحد 57 مرة. اكشن. سعد. بابا انا محتاج فلوس عشان ابدأ مستقبلي، وانت معاك كتير. بدل ما تصرف فلوسك على واحدة من دور عيالك، ادهاني انا ابنك، وانت عندك كتير عشان هي بتلعب بيك. تلعب بيا يعني ايه بقى؟ يعني بتستغفلك. قطع لسانك. اطلع بره بيتي، مش عايز اشوفك في بيتي هنا تاني. اطلع بره بره. غور بقى. انت اب، انت اب. ماشي، انا هخرج وهرجع هقتلك. كات. سعد، عاوزك من فضلك. ايوه. عاوزك من فضلك. المخرج بينادي عليك. مخرج؟ اؤمر حضرتك. انا بعيد المشهد 57 مره بسببك. يا ابني يا ابني، انا عندي مشاهد كتير عايز اخلصها النهارده. وبعدين ايه الاداء العظيم اللي انت عملته ده؟ كل الجمل شبه بعض. عايز فلوس، بيلعب بيكي، اقتلك ايه؟ التمثيل ده تلوين، احساس، نرف، ايقاع. وانا مش فاضي عشان اقعد اعلمك كل الحاجات دي. عشان كده بيقولوا التمثيل موهبه. فهمتني يا حبيبي؟ فهمت، واوعد حضرتك المره الجايه تبقى احسن. انا اوعدك ان مفيش مره جايه. اتفضل.
معلش يا ريس، الانتاج موصي عليه. لا، انا محدش يلوي دراعي حتى لو الانتاج. ده ملوش في التمثيل، ما بيعرفش يمثل. استغفر الله العظيم يا رب، ما بحبش اقطع رزق حد. ادوا له دور القهوجي. حاضر يا فندم. يلا يا اخوانا المشهد اللي بعده. يعني ايه يا شيرين؟ ايه اللي يعني ايه؟ يعني مالكيش دعوه بخالك، لا تتكلمي معاه ولا تروحي له. ايه؟ هفضل اقول الكلام ده كتير؟ طب ممكن افهم ليه؟ من غير ليه؟ هو كده، اوامري كده. مؤنس راح وقعد عنده وخلاص نساني. انتي بقى هتعملي ايه؟ هتروحي تقعدي هناك؟ اختاري لك حاجه من الاتنين. ايوه بس افهم ليه؟ خالك أرى فتحة المحروس أخوكي على نهى بنت صابر، قلت خلاص في داهية، ما فضليش غيرك انتي. هتسمعي كلامي وتقعدي ولا تروحي وتنسيني؟ قرري. ممكن تهدي بس؟ هعمل لك كل حاجه انت عايزاها، بس ما تزعليش نفسك يا شوشو. الو، عملت ايه؟ طين هباب. ليه كده يا سعد؟ ادعي لي يا نانسي. اتفضل يا استاذ سعد، احنا جاهزين. طب باي يا نانسي، باي. باي. خش كلاك. مشهد 23 شوط 4 154 مرة. اكشن. قهوة سادة وكوباية مية. طب ما القهوه الساده دي هترفع لك ضغطك، اجيب لك عناب ينزل لك ضغطك. قهوة سادة وكوباية مية. يا عم احنا شفعازه احنا هنا، بقول لك هجيب لك عناب. قهوة سادة وكوباية مية. لا اله الا الله، هجيب لك عناب احلى. كات كات كات. يا استاذ سعد يا نجم يا عظيم، انت المفروض تقول ايه في المشهد ده؟ المفروض هو حضرتك بيقول لي عايز قهوه ساده وكوبايه ميه، اقوم انا قايل له ايه؟ حاضر وادخل. ربنا يحضر لك الخير يا اخويا. وما قلتش حاضر ودخلت ليه؟ انا بقالي 5 ساعات قاعد قدام المونيتور عشان اخد منك كلمه حاضر. حاضر دي محتاجه في التمثيل ايه؟ معهد فنون مسرحيه، ورشه تمثيل ايه؟ صعب على لسانك، تقيله. لا يا بيه، بس مش معقوله يعني ابقى عامل حبيب البطله وبعديها اعمل الابن العاق، ودلوقتي عايزني اعمل قهوجي بقول حاضر وادخل. ما انا لازم اظهر، لازم ابان كده. حرام. ايوه حرام، بس مش حرام عليك انت، حرام عليا انا. فركش. مش انت. انا عايزك في موضوع. اتفضل. هقول لك معلومه تحطها حلقه في ودانك. انت مش موهوب، ومش كده وبس، ما تعرفش حتى تفشل. يا استاذ اديله فرصه تانية عشان خاطر الانتاج. قول للانتاج ان انا في البيت بتفرج على التلفزيون، اصلا انا اعتزلت الاخراج. حاضر. ممثل مش عارف يقول حاضر، مش عارف يقول حاضر. انت مخرج ما بتفهمش. انا موهوب غصب عن عين اي حد. انا نجم، انا نجم. هقول لك معلومه تحطها حلقه في ودانك. انت مش موهوب، ومش كده وبس، ما تعرفش حتى تفشل. يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. الله يخليك. اهلا يا سعد، تعالى حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جيت في وقتك يا سعد عشان تقعد مع الجماعه. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا سعدك حبيبتي. اتفضل. عاشت ايديك يا فندم. تسلمي. الحقيقه يا استاذ نصار، احنا سالنا وجمعنا معلوماتنا والموضوع يحتاج اني اقعد انا وحضرتك لوحدنا. لوحدنا؟ ده بعد اذن حضرتك يعني. لا مش قصه بعد اذنك. طب معلش يا اخوانا، بعد اذنكم سيبونا لوحدنا. ويا ريت كمان الاستاذ سعد يسيبنا لوحدنا. انا كمان؟ ليه؟ ايوه انت بالذات. انا بالذات؟
ماشي. هو قومك انت كمان؟ راجل غريب جدا. يعني انا بالذات؟ ايه انا بالذات دي؟ بس يا ولاد عيب كده. طبعا حضرتك فهمت. مش قصه فهمت، انا بحاول. احنا لما سالنا عرفنا ان حضرتك عندك 3 بنات بس، وان سعد مش ابن حضرتك، وان حضرتك ربيته واديت له اسمك لسبب ما نعرفوش. فهل دي الحقيقه؟ مش قصه هي دي الحقيقه ولا لا. امال قصه ايه؟ يعني قصه ان هي دي الحقيقه. بس على فكره سعد ولد محترم جدا، اتربى في وسط بناتي، عمري ما شفت منه اي حاجه وحشه. وبعدين ده راجل متعلم. فين المشكله بقى؟ مفيش مشكله، بس خلي عيال ابني يبقى حد ما نعرفش مين ابوه وامه الحقيقيين موضوع صعب. يا بابا انا قلت لحضرتك النقطه دي مش فارقه معايا خالص. وبعدين البيت ده بيت طيب، لان اللي يجيب طفل صغير ويربيه ويكبره ويعطف عليه اكيد بني ادم كويس. والله البيت الطيب قدامك، ناس انت براحتك، لكن انا وبكل وضوح ما احبش ادخل في موضوع مصيري زي جواز ابني ويبقى اهل عروسته عندهم حاجه حساسه وغامضه قوي كده. انا اتشرفت بحضرتك يا استاذ نصار، واسمح لي استاذن. يا بابا الكلام لسه ما خلصش. بالنسبه لي انا خلص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. القصه مش قصه ان ابوك يمشي وانت تقعد، القصه انك تحصل ابوك. ما تصدقش يا سعد. سعد انت اخويا يا سعد. في ايه؟ في ايه؟ ماما سعد. في ايه؟ في ايه يا سعد؟ في ايه يا سعد؟ في ايه يا سعد؟ سعد سعد نصار. اخص عليك يا سعد. يعني انا في الاخر مش امك. لا انت في الاخر مش امي. ليه يعني؟ ومين اللي شايل؟ مين اللي شايل يا سعد؟ ومين اللي كبر؟ ومين اللي ربى مش انا؟ كتر خيرك، تعبتك معايا. يا واد يا عبيط، هو انا يعني لو كنت خلفت واد من بطني كنت هحبه اكتر ما بحبك؟ ده انت ابني اللي انا ما خلفتوش، اخو البنات يا سعد. تعالى هنا، انت بتعمل ايه؟ عيب عليك يا سعد، وحياة ربنا ما انت سايب البيت، وحياة ربنا ما انت خارج بعيد عن حضن امك يا سعد. يا ريت. انا بس نفسي اعرف ايه اللي حصل بدل ما اتجنن. اهم لقيناهم. تعالى يا نجيب بيه، تعالى. شفت بقى ميزة ان احنا نتفرج على كل حاجة من الاول؟ نعمل بقى زوم عشان نعرف مين البنت دي. مين دي يا نجيب بيه؟ ليالي. كلمني عن ليالي. ليالي بنت تعرفت عليها في طيارة. الحقيقة كانت لطيفة، وقالت لي إنها بتشتغل في التمريض. عظيم، معلومة اهي، بتشتغل في التمريض. أيوة بس غالبا كدابة. كمل. المهم استلطفتها الحقيقة وقلت لها تجيني عشان محتاج ممرضة. وغالبا حضرتك كذاب. أكيد. جميل. أنا كده مش واصل لأي حاجة. كمل. بس هي جت كذا مرة كده وخلاص. يعني إيه جت كذا مرة وخلاص؟ أنا أجيب بيه. حاول حضرتك تفتكر أكتر. هي جت 3 مرات. أول مرة ليلة المدام بتاعتي متوفت. أعوذ بالله. تاني مرة عشان تقتل أبوها. تالت مرة عشان تسرق الخزنة. وعنوانها؟ ما أعرفش. واسمها الثلاثي؟ ولا جايب في بالي. نعم. هو اسمها ليالي صبري،
بس الثلاثي ما اعرفوش. ليالي صبري. طيب انا شاكر لحضرتك قوي على المعلومات القيمه دي. لكن حضرتك مش بتشبه الراجل اللي معاه ده خالص. لا. ولا حضرتك؟ لا. تمام تمام. طيب يا نجيب بيه، احنا اسفين على ازعاج حضرتك. لا مفيش ازعاج خالص. عارف يا سعد، أنا أول ما اتجوزت قعدت 4 سنين ما خلفش، لحد ما ربنا بعتك لينا أنا ونصار. كنت ملفوف في لفة نظيفة وزي الفل، وشك كان بيضحك. المرسال قال لنا إن إحنا هناخد مبلغ كل شهر، قال لنا خلوه عندكم يتربى لحد ما يكبر. أنا قلبي انشرح ونصار كمان. ساعتها نصار قال لي القصة مش قصة فلوس، القصة إن ربنا عطانا. عارف يا سعد، ده أول ما دخلت البيت بعدها بشهر أنا حملت في رباب. كنت وش السعد يا حبيبي، وبعدها التانية والتالتة وربنا ما عطاناش ولاد. عارف ليه؟ عشان تفضل انت الولد الوحيد على 3 بنات. الحيلة. اليوم غلاوتك كانت بتزيد غلاوة يا ابني. كنت وش السعادة علينا زي ما كان مكتوب في الورقة اللي كانت جوه لفتك. بعد ده كله تزعل مني، تمشي وتسيبني يا سعد؟ صدقيني يا أمي، صدقيني يا حاجة، يا أمي يا ست الكل، صدقيني لو قادر هقعد، بس أنا مش قادر. سامحيني. هتسيب بيتك يا سعد؟ كتر خيرك. ياض يا عبيط، القصة مش قصة خلفة، دي قصة عشرة. سامحيني يا رانيا، بوظتلك جوازتك، بس غصب عني مش بإيدي. سامحيني. سعد ما تمشيش. سعد انت رايح فين؟ هتسيبني يا سعد؟ ما تمشيش. تمشيش يا سعد، تمشيش عشان خاطري، عشان خاطري ما تمشيش. سعد والنبي ما تمشيش. عرفت توصل على الوصف؟ ايوه. برافو عليك، اتفضل. يا اهلا يا اهلا. شكرا. تتعشى؟ لا مش جاهز. يا عم انا مالي ومالك، انا هموت من الجوع، وحظك الحلو بقى معاك اجدع طباخ في الدنيا. تمام. مش مصدق ولا ايه؟ يا عم براحتك. ده انت ضايع. طباخ عظيم زيي محتاج ناس كتير زيك كده. تنفذ بعض المهام. الاول هتغسل المواعين، بعد كده بقى اقول لك على شويه حاجات تعملها. ماشي. مش قله ذوق مني والله. بس انا امي الله يرحمها كانت دايما تقول لي لما تلاقيني زعلان الهي نفسك في اي حاجه، فش غلك في اي حاجه تلاقي نفسك رقت على طول. حاضر. طب انا ذنبي ايه؟ ما انا بقالي سنين ساكت. يعني هان علينا يا بابا يمشي؟ يا بنتي مش قصه يمشي، قصه تدبروا ان تقولوا لي اعمل ايه. برضه لازم نطمن عليه، موبايله مقفول. انا والمصحف ما مصدقه. سعد مش اخويا؟
امال مين يبقى اخ؟ ده كان احن حد في الدنيا. انا وحشني قوي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مش هرتاح إلا لما أطمن على ابني. في يوم واحد يحصل لك كل حاجة حلوة، تحس إن كل البيبان بتتفتح في وشك. تاني يوم على طول تلاقيك مطرود من كل البيبان اللي اتفتحت لك قبلها بيوم. طب عملت ايه في موضوع التمثيل طيب؟ آخرتها ضلمت فوق راسي. مش فاهم حاجة. ولا أنا. كل حاجة كانت ماشية كويس، وسمعت أكشن بودني، وقلت وعدت وقلت وعدت، وفي الآخر طلعت ما ينفعش حتى أفشل. يا عم ولا يهمك، عادي، ديك جربت وعرفت، ده في حد ذاته مكسب. كنت فاكرك أجدع من كده يا سعد. معقولة تقع كده من أول قلم؟ امال تعمل إيه لو الدنيا بطلت تديك بالقلم وبدأت تديك بالجزم؟ يا ريت. دي ضربتني بالنار. يا عم ما تكبرش المواضيع. أنا لو حكيت لك اللي حصل معايا تعرف إن اللي أنت بتحكي فيه ده ولا حاجة. بقول لك إيه؟ أنت تاكل لك لقمة، تخش تاخد دش، تغير هدومك وتنام، وتصحى الصبح ترمي نفسك في أحضان حسابات زي زركش وانسى. لا لا لا، مش هروح الشغل. أنا هخش آخد دش وأنام وبس. غلطان يا سعد. أنا عن نفسي بروح الشغل عشان المرتب. المرتب ده هو اللي يخليني أسافر. أنا عندي استعداد أعمل أي حاجة إن شاء الله أمسح سلامة. المهم أسافر وهج. كل واحد بيعمل اللي يريحه. ماشي يا حبيبي، براحتك، اعمل اللي يريحك. يا ابني التمثيل ده له اول ولا اخر الدنيا، حلم وراح لحاله خلاص، احلم غيره. ما راحش، وهفضل وراه لحد ما ابقى نجم. مفيش هنا مخ، في كشري جوه. بكره تشوف. طب انا جعت اقدر اتعشى؟ يا سلام، تحت امرك. شوف حضرتك حابب تاكل ايه؟ لو ينفع كبده ومخ وعيش بلدي وطحينه. بجد؟ نص ساعه والحاجات دي بتبقى عند حضرتك سخنه ملهلبه. فلفل من الرفيع الحراق ده. عيني. نصار وكريمه واخواتك هيموتوا عليك. ولا امي ولا ابويا ولا اخواتي. ايوه يا حبيبي، بس دول ناس عشت معاهم سنين عمرك. هو انا زعلان منهم؟ بالعكس، انا مقهور يا نجيب بيه. عيل ابن حرام يجوا في الشارع ولا على باب جامع، خدوه ربوه، كتر خيرهم. انت الافلام لخبطت دماغك. مين قال لك؟ مش يمكن تكون ابن ناس محترمين. محترمين؟ محترمين ازاي؟ هو في محترمين بيعملوا كده؟ الموضوع ما فيهوش ريحة الاحترام. اكيد امي خدامة رغم كثافة البيار قالت له لا، ولا رقاصة رخيصة، وابوها اكيد راجل سكران ولا حرامي ولا نشال ولا بلطجي ولا غني زبالة. هيكونوا مين يعني؟ ناس عادية يا أخي، ظروفهم ما خدمتهمش. أنا طول عمري حاسس إن في حاجة غلط. طول عمري حاسس بفن جوايا جاية من حاجة بترقص. أنا أمي رقاصة، أنا ولا حاجة. أنا اللي مش هعرف حتى أفشل زي ما المخرج قال. أنا واقف جنبك، ما تخافش. ليه؟ ليه يعني إيه؟ واقف جنبي ليه؟ كتر خيرك طبعا، بس أنا بستغرب بصراحة. بس ما يعرفونيش يربوني وراجل غني يقف جنبي للدرجة دي. أي حد بيشوفني بصعب عليه. تصعب عليه بس؟ مش يمكن يا أخي أنت إنسان محبوب؟ مش في دعوة بتقول روح ربنا يحبب فيك خلقه؟ أنت ربنا محبب فيك خلقه يا سعد. أنا بحبك يا سعد، بحبك زي ابني بالظبط. تفتكروا ايه احلى اكله في الدنيا؟ كبده والمخ.
اي اكله ممكن تبقى احلى اكله، بس لها شرطين. اول شرط انك تبقى جعان جدا جدا جدا. تاني شرط ان يبقى الاكله دي فيها حاجه انت بتحبها جدا جدا. فين سلطه الكبده؟ اهي. ايوه ايوه، برافو عليك. انت ما بتاكلش ليه؟ باكل اهو. خد فلفل. الفلفل ده يحول اي فنان عادي لنجم. بجد ولا بتهرج؟ بجد، ما فيهاش تهريج. اي فنان عادي ياكل فلفل يتحول الى فنان حامي حراق يسوى عليك. كل تفتكر في امل يا نجيب بيه؟ مفيش حاجه في الدنيا ما فيهاش امل، بس حتى الامل له شروط يا حبيبي. مفيش للامل شروط. الموهبه والاصرار الى حد التناحه. لا لو على التناحه موجوده. والموهبه والله انا حاسس ان هي قويه جدا جدا جدا. مش مهم ان انت بس اللي تحس، لازم الناس كلها تحس. الموهبه يا صاحبي يدفع فيها فلوس، مش تدفع فلوس للناس عشان تعترف بيها. بس انا برضو موهوب غصب عن عين المخرج وعن عين الدنيا كلها. كل فلفل. لا، ياكل مخ. المخ مفيد جدا جدا جدا. انتوا عارفين يا اولاد ان في بلاد كتير بتمنع الاكل الحاجات دي؟ كبده والمخ؟ ايوه، هي برضه حاجه مش لطيفه قوي ان الواحد ياكل كبده حيوان ومخه. طب والله كويس ان حضرتك قلت لي قبل ما اسافر. لا، ما انت مش هتسافر. ماشي. بمناسبه الكبده الحلوه دي، كنت عايز اسالكم على حاجه كده. مثلا فلنفرض يعني ان حد طلب منكم انكم تتبرع بحته من كبدك عشان هو يعيش وانت كمان هتعيش، مش هيجرى لك حاجه يعني. تعمل ايه؟ مفيش حاجه اسمها تبرع، يدفع يعيش. انا ايه اللي يخليني اديله كبده انا الاقيه في الشارع؟ ماشي، تاخد كام؟ ولا حتى 10 مليون. انت مش لسه قايل اللي يدفع يعيش؟ ايوه بس ده اللي موافق. انا خاف، انا ضرسي بيوجعني بالسنه بخاف اروح اخلعه. الا الوجع يا بيه تقول لي فتح وقفل لا ولا ملايين الدنيا. ولا انا صراحه انا اتبرع بيها يا بلاش، اصل جسمي ده حاجه ربنا اداها لي يعني، ما ينفعش ابيع واشتري فيها، يا اما لله يا بلاش. وبعدين بقى الواحد هياكل الكبده دي ازاي دلوقتي بعد الفتح والقفل هاكلها ازاي انا؟ تاكلها كده اهو. ايه الزهافه اللي انت فيها دي؟ فنان. خلاص سيب لنا احنا الكبده وخليك انت في المخ. اوعى تكون انت يا نجيب بيه. ايه؟ قصه الكبد والتبرع والحاجات دي وقاعد سهران وبتضحك معانا والدنيا ماشيه كده. انا كبدي تمام، انا زي الفل. ربنا يديك الصحه يا نجيب بيه. اصل حضرتك قصه تانية، الواحد يعمل اي حاجه في الدنيا عشان خاطر حضرتك والله. انا عارف يا حبيبي، عارف. سيبك بقى من الكبده دي ودوس في المخ. بص يا سعد، انا رايي ترجع الشغل وتكمل حياتك عادي. انهي شغل؟ الحسابات. وبعدين؟ وانا بقى بصراحه موضوع انك فشلت في التمثيل وان في مخرج مضايقك دي مش داخله دماغي. انا هكدب عليك ليه يعني؟ يا عم انا ما قلتش بتكذب، بس صراحه بقى مستحيل ده يكون السبب اللي يخليك تسيب اهلك وناسك وتقفل تليفونك وما تردش على حد. انت في حاجه تانية مضايقاك. انا بصراحه وما يخصنيش اني اعرفها. انت والله مونسني ومنورني، بس انا لازم انصحك برضه شويه كده. انا كمان ماشي مسافر، مبقتش فارقه معايا، وهبيع الشقه دي واتحرك بفلوسها، وهو من هنا لغايه ما ابيعها ادي احنا قاعدين مع بعض. طب كويس، مش ايجار يعني؟ لا هي تمليك، هي صحيح مش شقتي لكن بتاعتي وممكن ابيعها عادي. يعني ايه مش شقتي بس بتاعتي؟ يعني هي ورثي ملكي لكن مش حقي. امال حق مين؟ حق الحاج والحاج الله يرحمه. ابوك وامك يعني؟ يعني المهم انت لازم تفتح تليفونك وترد على الناس اللي قلقانين عليك دول. نانسي. الو. يا نانسي، انا كويس الحمد لله، وسعد كويس. لا هو مش جنبي،
بس هو كويس. ماشي، تسلمي. سلام. سلام. مش عايز ترد عليها ليه؟ عملت لك ايه دي كمان؟ مش عايز اكلم حد غير لما ابقى نفسي يا سعيد. حياتي قبل امبارح حاجه وبعد امبارح حاجه تانية خالص. بقول لك ايه، تيجي نكلم الواد مسعد؟ يا ساتر يا رب، ايه ده؟ ده اغلس اهل الانس والجن. مش عارف، هف عليا كده اكلمه ونخرج كلنا نسهر سوا. لا لا، ده لو اخر واحد في الدنيا بلاش. لا لا يا عم ده واد غلبان والله، ده انا اول مره اشوفه بيضحك وفرحان زي العيال. طبعا فرحان فيا عشان ما جيتش. لا، فرحان عشان هيتنشر له كتاب. بسط قوي وقعد يتكلم عنك حلو. حسيت انه طيب قوي والله. بص انا ما بطيقوش، بس براحتك. صراحه ولا انا، بس هو طيب.